الحمد لله ان بقى في ناس عندها من الوعي الكافي انها تفهم المعنى الحقيقي اللي انا عايزه اوصله لكم. ناس ما بتخشش في النوايا وتتهمني بحاجات، يعني هم دخلوا جوه نيتي وشافوا انا نيتي ايه مثلا بيتهموني، وناس يكفروا. تخيلوا ان الامور توصل ان حد يكفر. على فكره انا عايزه اقول بس حاجه والله، انت يعني كونك تكفر حد او انت تخش في نيته او انت تحكم على حد هيبقى في خلل. اعرف ان في خلل فما تناقشش معاه. خلاص انا عرفت ان هو عرفت اخره ايه يعني. دول بيفتقدوا الحجه وبيفتقدوا يعني هم ده اخرهم، انت خلاص مش قادر توصل لحاجه او انت خايف ان المفاهيم اللي عندك تتغير او انت يعني مش عايز تتصدم في الزيف، فهتكفر على طول. لان من كتر التزييف اللي احنا عايشينه واللي اتعمل على عقولنا ومدار مئات السنين، بقى الناس فاكره ان الزيف ده هو الحقيقه. لما يجي حد يحاول يكشف الزيف ده او ان هو يعني يفهم الناس ان في زيف ملعوب على عقولنا، وان في يعني في كل حاجه، في التاريخ، في الاكل، في الصحه، في الدين، الناس مش مستوعبه ان في تزييف وتلاعب تم على عقولنا. فمن كتر الزيف اللي هم عايشينه هم خايفين يتصدموا. فاسهل حاجه ان هو يخش يتهمك او ان هو يخش يعني يقول عليك اي حاجه. هو ده المخطط الحقيقي على فكره اللي ماشي دلوقتي، هو ده المخطط. ان هم عايشونا في زيف وفهمونا ان الزيف ده هو الحقيقه للاسف. هم فصلونا تماما عن تاريخنا. انا ليه بتكلم عن التاريخ او بحاول بس اصلح بعض المفاهيم البسيطه اللي انا بتكلم فيه ده، على فكره مفاهيم بسيطه جدا من الحاجات اللي زيفت، بس انا بحاول اتكلم في الحاجات الشائعه اللي يمكن تفرق مع ناس وتخليهم بقى هم يبحثوا ويدوروا مع نفسهم ويحاولوا هم يوصلوا للحقيقه. رسخوا معلومات خاطئه في ذهننا عن تاريخنا وعن اصلنا، فصلونا تماما عن حضارتنا وعن اصلنا. ليه؟ انا عايزاكم تشوفوا كده في فيلم على يوتيوب مدته 7 دقايق، فيلم انيميشن مش فيلم كلام، اسمه اي بيت جوت او هو اسمه الماعز الاليف. خلاص اعتقد ان الفيلم ده لو انتوا فعلا شفتوه بوعي تقدروا تفهموا المغزى من اللي انا عايزه اقوله. الفيلم ده هيوضح لكم التلاعب ازاي تم. انتوا هتقولوا لي يعني هم مش سذاجه ان هم يحطوا المخططات بتاعتهم بوضوح وصراحه؟ ما هو ده من ضمن التزييف اصلا، ان هو يخلوكم انتوا تقولوا كده. ده تقولوا يعني هم يحطوا لنا المخططات بتاعتهم علانيه كده، ايوه هيحطوها لنا كده عشان عارفين ان احنا مش هنصدق. هم عشان عارفين ان احنا مش هنصدق. الفيلم ده في نهايته اخر كام ثانيه فيه الاهرامات، لان هو ده التارجت بتاعهم. هو ده التارجت بتاعهم. هم عايزين هينسفوا كل حاجه، هم النظام العالمي الجديد والحكومه الموحده ونسف الحضارات وكل ده، هو ده التارجت بتاعهم اصلا. هم عايزين يبتدوا منه النظام بتاعهم الجديد. وعلى فكره النظام ده ماشي دلوقتي، يعني انتوا يعني ما هو الناس برضو مش مستوعبه ان هم ماشيين في المخطط بتاعهم دلوقتي. وكل حاجه بتحصل دلوقتي، كل المعطيات اللي بتحصل في العالم او بتصب في المخطط بتاعهم. اخر ثانيتين او 3 ثواني في الفيلم الاهرامات وشروق الشمس، الحضاره بقى هتشرق من عند الاهرامات. اللي هم ايه؟ اللي هم زيفوها لنا وزيفوا لنا التاريخ بتاعنا وخلونا ما نبقاش على تواصل اصلا بالماضي بتاعنا، فصلونا تماما عنه. دورنا دلوقتي ان احنا نحاول نكشف التزييف اللي هم مارسوه على حضارتنا. ماشي، ده اقل حاجه ان احنا نقدر نعملها، ان احنا نكون واعيين بالتزييف اللي حصل ده. ما حدش يقول لي انت بتتكلمي عن حضاره تلك امه قد خلت. ايوه هي تلك امه قد خلت، احنا مش هنتحاسب عنهم، لكن على الاقل نبقى واعيين بالتزييف اللي حصل ده. لان هم فصلونا عن ماضينا تماما، وهم اللي صدروا لنا العلوم اللي هم ان احنا بندرسها دلوقتي عن التاريخ، هم صدروها لنا. دورنا ان احنا نحاول نكشف التزييف ده ونوعي الناس بالمخططات اللي بتحصل، لان كله بيصب في حاجه واحده. انا مش بتكلم عن ماضي عشان هو ماضي، لا، ده انا بتكلم عن ماضي ان هم من خلال الماضي ده هم بانيين مخططاتهم اللي هيعملوها في المستقبل اللي هم ماشيين فيها اوريدي. ان بس يكون في استيعاب، لان انا بحاول اربط الامور كلها ببعضها. انا مش يعني هتلاقوني انا بنزل لكم حاجه في حاجه في حاجه بحيث انها في الاخر هنربط الامور كلها ببعض. ان في مخطط ماشي بالفعل، وفي حزب معين ماشي في مخططه دلوقتي، والحزب ده مش ظاهر. خلاص، لو انتوا شفتوا الفيلم هتفهموا انا قصدي ايه. وعلى فكره الفيلم ده هم اللي عاملينه، يعني عشان بس ما تستغربوش، الفيلم ده معمول منهم اصلا. احنا لو واعيين، لو احنا لو واعيين مفيش حاجه تعرف تسيطر علينا. وهو ده بقى اللي هم ده اللي هم عايزين يعملوه. هم عايزين يغيبونا، عايزيننا نبقى مغيبين، عايزيننا نعيش في تزييف، مش عايزين يحصل للناس صحوه او افاقه. فدورنا ان احنا نحاول نوعي واحنا نبقى واعيين. على فكره احنا كلنا كنا مغيبين، كلنا كنا مغيبين الا يعني ما رحم ربي. بس دورنا دلوقتي ان احنا مادام فوقنا ان احنا نحاول نفوق الناس.